السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم هاد الحلوى اللي كتجي رائعة في المذاق، لذيذة بزاف، سهلة في التحضير، ما كتاخذلناش شي وقت بزاف، وكذلك بدون طابع. فبقاو معايا تعرفوا على المكونات مع طريقة التحضير. غادي ناخذ اناء للعجن وغادي نوضع فيها 250 غرام ديال الزبدة حيوانية، من الاحسن تكون نوعية جيدة. غادي نضيف لها كأس ديال السكر وواحد الكيس ديال سكر فانيليا. كنخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كندخل داك السكر كامل في الزبده، وكتولي لي كتولي ديك الزبده كريميه. ومن بعد غادي نضيف 4 البيضات وتقريبا نصف كأس ديال الزيت النباتيه، ما وصلش النصف ولكن تقريبا قبصه ملح. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نضيف كأس مع مرش ديال جوز الهند محمر، وكأس مع مرش ديال اللوز محمر بقشورو ومهرمش. وضفت واحد الكيس ديال فلان كراميل، الا كان متوفر عندكم ضيفوه، كيعطي واحد اللذة خاصة للحلويات. والا ما كانش متوفر فماشي ضروري. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نزيد الدقيق بالتدريج. انا كنجمع العجينه وكنزيد الدقيق شويه مور شويه. بالنسبه ليا الخليط انا هز لي 700 غرام، يقدر يهز لكم اقل او اكثر، لان النوعيه ديال الدقيق كيختلف، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، وكذلك حتى الحجم ديال البيض كاين الصغير متوسط الكبير. فدائما الدقيق كنعطيو لكم غير بالتقريب. وضفت واحد المعلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره د الحلويات، ما يعادل 7 غرام. وغادي نستمر كنجمع العجينه حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي هي رطبه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، بحال اي عجينه ديال الحلويات. ومن بعد ما جمعت العجينه وهذا هو القوام ديالها، كيجي بهذا الشكل. صافي هنا غادي نبدي نشكلها على شكل حرابيل صغار بهذه الطريقه، وكنبسطهم واحد شويه باش ما ينتفخوش في الفران. انا هنا هاد العجينه غادي نخرج بها جوج انواع. واحد النوع غادي نديرو على شكل حرابيل كما كتشاهدوا، والنوع الاخر غادي نديرهم كويرات صغارات. وانا هنا ملي بديت كنشكل الحلوى شعلت الفران يسخن، درتو على 180 مشعول من التحت والفوق، وغادي نخليه يسخن مزيان. ومن بعد كندخل اللاطه كنديرها في الوسط وكنخليه يطيب على نار مهيله 180، وكنستمر في التشكيل ديال الحلوى حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنا من بعد ما كنخرج الحلوى من الفران كنخليها حتى كتبرد مزيان مزيان، عاد كنغطسها في الشوكلاط. ذوبت الشوكلاط في حمام مريم، وغادي نضيف لها 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وغادي نخلطها مزيان مع الشوكلاط حتى كتندمج. وغادي نضيف لها واحد شويه ديال اللوز مهرمش، وغادي نخلطو مع الشوكلاط مزيان مزيان. ومن بعد كناخذ الحلوى وكنغطسها في الشوكلاط وكنوضعها على ورق الفرن. وبالنسبه للنوعيه ديال الشوكولات اللي كنخدم بها، لان جاتني اسئله بزاف على الشوكولات وكاين اللي ما كتصدق لهمش البنات، انا الشوكولات كل مره من كنجيبها الصراحه، مره غالبا كنجيبها من غيبه، ولكن انا هاد المره خدمت حتى بديال الدي، كنخدم بديال ليدل.
الشكلاط باش تنجح معاكم، اولا من تذوبوها في حمام مريم، نقصوا النار تكون نار مهيله، باش داك البخار مع الجنب ما يطلعش الفوق ويقيس لكم الشكلاط. راهي غير نقطه ديال الماء اولا ديال البخار، الا قاست الشكلاط من كدوب صافي كتحجر، كتولي دايره كالحجره وكتضيع. يعني حضيوها بزاف بالماء، خص ما تقيسهاش الماء نهائيا، وكما قلت لكم النار تكون مهيله وغادي تنجح معاكم. والكميه ديال الشوكولات هنا على حسب شحال بغيتو ديروا. بالنسبه لي انا هنا هذا الشوكولات ذوبت 300 غرام اللي ذوبت. وبالنسبه للشوكولات الا شاطت عليكم فما ما ترميوهاش، ديروها غير في الثلاجه العاديه الفوق، من غادي تحتاجوها غادي تخرجوها وتذوبوها كذلك في حمام مريم. وبالنسبه للنوع الثاني ذوبت الشوكولات الابيض بنفس الطريقه في حمام مريم، وضفت لها من بعد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، كنخلطها مزيان مع الشكلاط. حتى هي ذوبتها بنفس الطريقه، نقصوا النار مهيله وحاولوا ما امكن تحركوها، وحضيو لها شي نقطه ديال الماء تقيسها لكم. من بعد حتى هي ضفت لها اللوز مهرمش. حنا تقدروا تضيفوا اللوز اولا الكاوكاو اولا ما تضيفوهش نهائيا، هذاك الشيء كيرجع على حسب الذوق والاختيار. صافي من بعد كنوضع فيها الحلوى وكنصفيها بهذه الطريقه، وكنوضعها على كارت ديال الفران اولا توضعوها على شي شبكه، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال اليوم. كتجي راقيه في المنظر وكتجي لذيذه بزاف في المذاق، جربوها واكيد غادي تعجب لكم. وراه كتخرج واحد الكميه اللي هي كثيره الصراحه. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم والطريقه حتى هي تكون عجباتكم. نخليكم في امان الله الى وصفه قادمه ان شاء الله.